مرحبا واهلا وسهلا فيكم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله تكونوا بالف الف خير كيف ما كنتوا وين ما كنتوا باذن الله. طبعا حابه اليوم احكي عن الشخصيه المصطنعه. الناس اللي بيصطنعوا الشخصيه، بيصطنعوا اللبس، بيصطنعوا كل اشي عشان يبينوا للعالم الخارجي انه هم اشخاص تانيين. بصراحة هذا الاشي مش حلو نهائيا، مش حلو ابدا انه انا اعكس شخصية غير شخصيتي، اعكس افكار غير افكاري، اعكس اشياء انا مش هيك مثلا. لا، بحب انه عن جد ابين شخصيتي الحقيقية للناس، ولانه لما ابين انا شخصيتي الحقيقية عن جد للناس، الناس هتحبني بطبيعتي بشخصيتي. في ناس هتتقبلني وفي ناس ما هتتقبلني. اللي ما رح تتقبلني انا اصلا بيني وبينها ما بيكون في كيمستري، ما بيكون في هاي الطاقة المشتركة اللي يلا نروح ونيجي وانا هيك شخصيتي وهذا الكاركتر تبعي. في ناس كتير احنا مخلوقين بالحياة عشان في ناس تتفاهم مع بعضها، وفي ناس بتنجذب لبعضها، وفي ناس ما بتنجذب لبعضها. يعني في ناس لا بينجذبوا لناس تانيين مثلا بيشاركوهم بالشخصية، بيشاركوهم بالأفكار، بيشاركوهم بحياتهم. فحلو انه احنا نبني شخصية واضحة وصريحة. حلو انه احنا نبني شخصية مش مصطنعة، مش قدام الكاميرا اشي ومن وراها اشي. انا هذا اللي بحبه. يعني انا هلا ليه عم بصور وليه عم بنزل مثلا اشياء على اليوتيوب؟ كل الاشياء اللي عم بنزلها على اليوتيوب هي اشياء بتعكس شخصيتي عن جد. اشياء بتعكس الاشي اللي انا بدي اقدمه، اللي انا بدي اوصله للناس. ما بحب اني اعمل دور مش دوري، ما بحب اني انا اوصل افكار مش افكاري، مش انا اللي مقتنعة فيها. لا، بحب انا الاشياء اللي انا مقتنعة فيها عن جد اوصلها. عن جد انا اعمل اشي اكون راضية عنه 100%، وثقتي بنفسي تكون عالية. واهم اشي انه بترضي رب العالمين، لانه مو حلوة انه الانسان يسوي شيء هو اصلا ما بيرضي رب العالمين. فاكتر شيء انا بالنسبة لي بحبه بهاي الحياة، يعني بحبه كتير، انه اعمل اشياء انا راضية عنها، واني ما اتصنع الشخصية، اني لا اطلع بشخصيتي واحكي بطريقتي والاشياء اللي انا مناسبة فيه، واظهر كامل مظهري بدايما الشكل اللي انا بكون فيه وعليه بحياتي الطبيعية. وكيف بحكي مع الناس انا كمان بحياتي الطبيعية، فبحب اني احكيها قدام الكاميرا بدون اي تصنع وبدون اي مظاهر. لا، بحب اني اعكس الاشياء بصراحة اللي بطبيعتي. والناس اللي عن جد بيعكسوا اشياء مش شخصيتهم واشياء تانية غير عنهم، هدول الناس بتكون بتنافق بينها وبين حالها، وهي مش راضية عن حالها. هي عارفة انها مش راضية عن حالها، ورغم ذلك ممشية بس لانه بدها تكسب مصالح معينة. مثلا بدها تبين للناس انه انا حدا واو وهي حدا عادي مثلا. حلو ان نبين بشكلنا اللي نحنا عن جد بدنا اياه. عشان هيك انا ان شاء الله اول ما اسافر بدي اعكس شخصية الناس الطبيعية، انه الناس عشان احنا نتقبل عن جد انه هم هيك. في ناس مثلا بحكوا لك لبستك مش حلوة. طب على اي اساس حكمت انها لبستك مش حلوة؟ انا لبستي بالنسبة لي بتكون حلوة احلى ما يكون. انا شايفيتها ان شاء الله لو تكون مبهدلة، انا المهم انا بنظري انها مشوفة صح، وانه انا بحترم العادات والتقاليد وبحترم البلد اللي انا رايحيتها ولابسة لبس انا راضي عنه. خلاص، انا هيك بالنسبة لي مو ضروري ارضي الناس بقدر ما اكون انا محترمة حالي وراضية نفسي وراضية أول إشي خالقة أكيد في المرتبة الأولى. فهذا الشيء خلص إنه بالنسبة لي كافي جدا إنه أنت تتقبل نفسك. حلو إنه الناس تتقبلك باختلافك. للأسف إحنا في الدول العربية ما عم نتقبل الناس التاني. يعني بعض الدول العربية لا بتقبلوا، لأنه صار عندها اختلاف ثقافات كبير عالي ومتقبلين هذا الإشي. وعلى فكرة هذا الإشي كتير حلو، لأنه أنت بتتعرف على الناس بطريقة مختلفة. وفي دول لسه انه لا ما بتقبلوا الاخر، انه مين انت؟ شو بتعمل هون؟ هاي الدولة دولتنا وإلنا. يا جماعة حلو انه احنا نتقبل الاختلاف كتير حلو، خصوصا انه انت عم تتعرف على ثقافات تانية غير عنك. فكتير هذا الموضوع كتير حلو بصراحة. وانا نفسي عن جد انه بس اتعلم اللغة الفرنسية
اني احكي للناس واوصل لهم طريقة مختلفة عنا، لانه فرنسا كتير بصير فيها اشياء غير اخلاقية بصراحة. لا، احنا نوصل صورة عن جد حلوة للناس اللي هناك، لانه اكيد في اشياء وصلتهم غلط، عشان هيك بيعملوا اشياء ضدنا كتير غلط. فحلو انه احنا نتعلم لغتهم عشان نوصل لهم الاشياء اللي احنا نفسنا نوصل لهم اياها، ونحكي معهم بكل صراحة وبكل وضوح، ونقعد على طاولة واحدة. وهذا الاشي ان شاء الله يوم من الايام رح احققه، لانه انا بسعى لانه اعكس صورة عن جد حلوة عنا للناس اللي فاهمة الصورة عنا غلط. يعني هلأ في كتير بلدان صاروا يفهموا عنا اشياء صح، لانه بعد ما الناس عن جد انفتحت على بعض، والدول انفتحت على بعض، والعالم صار صغير، فصاروا يعرفوا عن جد قديش احنا غير الصورة اللي احنا كنا في دماغهم. فاكيد فرنسا لهلا الصورة اللي ببالهم غلط عنا بشكل كبير كتير، وعم بحشوا في عقول الناس هناك كتير هاي الاشياء. رح نحكي لهم قديش العنصرية كتير مش حلوة. ان شاء الله يوم من الايام رح اعمل هذا الاشي، لاني انا هلا عم بتعلم لغتهم عشان اقدر اني احكي معهم بلغة هم بيفهموها، بطريقة هم بيفهموها، وعشان اوصل لهم صورة غير اللي هم ماخدينها عنا. واكيد هم كتير ماخدين افكار غلط عنا، وان شاء الله يصححوا الاشياء اللي الغير اخلاقية اللي عم بيعملوها بالاسلام وبالناس التانية، واللي مش قادرة عن جد تعيش حياتها صح بهاي الدولة. فحلو انه احنا نبين دائما على حقيقتنا وعلى طبيعتنا وعلى الشيء اللي احنا بنحب اننا نكون عليه، وما نتصنع الشخصية تاعتنا وبس. والله وكنت حابة بس اشارك معكم هذا الاشي. سلام.